الزبدة النهاردة بقى سعرها غالي جدا، وكل يوم سعرها في السوق بيزيد. قلنا نعملها من اللبن اللي كل يوم بنشتريه. نصلي على النبي ونشوف الطريقة. جبنا اللبن وغليناه وبيتناه ليلة في التلاجة لحد ما يظهر معانا وش القشطة اللي انتوا شايفينه ده. هنكرر العملية كل يوم ونجمع القشطة اللي انت حباها. جمعت الكمية اللي انت عايزاها في بولة ستانلس أو في أي بولة عندك، وتحطيها وتبدأي بمضرب، بكبة، بإيدك. أنا في الغالب بعملها بإيدي، بس النهاردة عملتها معاكم بالمضرب عشان أوفر معاكم وقت. ده إنك تضربي فيها لحد ما تبقى عاملة زي كريمة الحلواني. هتبدأ تظهر معاكم، هيبدأ يظهر معاكم اللبن الضرب. في المرحلة دي بقى هنبدأ كأننا بنعجن فيها، كأننا بنعجن عجين. المرحلة دي اسمها خض الزبدة. هنبدأ نخض فيها كده لحد ما يظهر معانا اللبن الضرب. طبعا احنا مش هنرمي اللبن الضرب ده، احنا هنستعمل اللبن، هنحتفظ باللبن الضرب ده لحد ما نستعمله بقى فين؟ في البسبوسة، في عمل البسبوسة. نستعمله في عمل القرص، نفطر بها الصبح أو الأولاد ياخدوها معاهم المدرسة. وممكن إن احنا نغليه ونزود عليه شوية شطة وملح ونخلل فيه الجبنة القديمة، أو نسيبه يغلي على البوتاجاز لحد ما يقصر ويتكون معانا مرتة. بدأنا دلوقتي في مرحلة التشكيل. مرحلة التشكيل دي بقى تشكلي مدور، تشكلي بيضاوي، زي ما انت حابة. اعمليها بقى في بيتك ووفري فلوسك. ما الست الشاطرة هي اللي توفر وتدبر لبيتها بالذمة. بشاني شاطرة ولهلوبة واستاهل منكم لايك. يا ريت بقى نفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. تصبحوا على خير.